فإذا عرف الإنسان أنه لا هداية له إلا بتوفيق الله فليكثر من ذكر الله. وقد قال الله في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب إذا اطمأنت انتعشت وصارت لها حيوية ونشاط، وقويت على توجيه سائر الجوارح ومشاعر الإنسان إلى الخير. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نصلح هذه المضغة؟ نصلحها بأداء الفرائض والتقرب إلى الله، مع ذلك بأحاسن النوافل، بجميل النوافل. ونتبرأ من الحول والقوة إلا بالله، ونكثر من ذكر الله، ونكثر من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة كما في صحيح البخاري وغيره عن لا حول ولا قوة، قال: إنها كنز من كنوز الجنة. فالموفق من أحسن تحصيل كنوز الجنة، وهذا ليس بالأمر الشاق، وإنما يحتاج إلى فطنة. كلما هم بأمر تذكر أن حوله ضعيف وقوته ضعيفة، وإنما الحول والقوة كلها للذي بيده الأمر كله، فيكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. يعتني بذكر الأذكار عند دخوله المنزل وخروجه منه، وعند تناول طعامه والانتهاء منه، وتناول شرابه والانتهاء منه، وعند إرادة الوضوء وعند الانتهاء منه. يعود نفسه حسن التلبس بهذه الأذكار،